لما سألوا أمنا عائشة رضي الله عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في بيته، قالت كان في خدمة أهله، يساعد ويشتغل معاهم، ولما يجي وقت الصلاة يطلع يصلي. يعني مش عيب ولا نقص من الرجولة إنك تقف معاها ساعة في المطبخ، ولا حاجة تكسف إنك تغسل طبق أو تشيل معاها شوية غسيل من على الحبل وهي بتعمل حاجة تانية في البيت. ومش آخر الدنيا إنك تكوي قميصك أو حتى تعلق هدومك بإيدك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيصلح نعله ويرقع هدومه ويحلب شاته، وإحنا بقى قاعدين في البيت كأننا ولاه، حتى شربة المية مستنيين تتقدم لحد عندنا. الدنيا فيها قسوة كفاية، فخليك لين. فلو انت اول مرة تنورني في القناة فما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية من كتاب رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.